السلام عليكم متابعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذا أحداث كثيرة وقعت في الأيام القليلة الماضية، أحداث جعلت الدبلوماسية المغربية تضع النقاط على الحروف، وتعرف بأن المغرب يحتاج المزيد من العمل لصد كل الهجمات التي تأتيه من أعدائه بإفريقيا. وفوز الجزائر صراحة بمنصب نائب رئيس المفوضية الإفريقية أبان على أننا بالفعل نحتاج العديد من العمل والحزم للوقوف تجاه هذه الأحداث. هذا وفي سياق الأحداث دعونا مشاهدينا الكرام نرى الدول العربية التي أدارت وجهها للمغرب. نعم، هنا نتحدث عن هذا التصويت. وصراحة وبعد قراءة لعدة مقالات وجدت على أن الدول العربية التي صوتت ضد المغرب هي مصر، تونس وليبيا. هذه الدول التي صوتت ضد المغرب في سباق الانتخابات ديال المفوضية ديال الاتحاد الإفريقي هي 3 دول عربية تتآمر على المغرب وتصوت لصالح الجزائر. بطريقة أخرى، صراحة الأمور كانت مستغربة من دولة واحدة ومنتظرة من دولتين، وذلك كما سنشاهد مشاهدينا الكرام خلال هذه الحلقة. نبدأ أولا بتونس. تونس أمر عادي أنها تصوت للجزائر. أصلا تونس منذ وصول الرئيس التونسي الحالي إلى الحكم أصبحت رسميا مقاطعة أو لنقل ولاية جزائرية، حديقة خلفية للنظام الجزائري تتلقى المساعدات المالية والأوامر من القصر المرادية كذلك، ويعتمد الشعب التونسي على المساعدات الجزائرية. أمر عادي بالنسبة لي أن تونس تصوت للجزائر. كما قلت، في الحقيقة الرئيس التونسي وصل بتونس العريقة، تونس التاريخ، إلى الحضيضة، إلى درجة أنها أصبحت تعتمد على مساعدات النظام الجزائري، وذلك في شكل مساعدات لتونس حتى لا ينهار الاقتصاد التونسي. إذن مشاهدينا الكرام، نتفق لحد الآن أن تونس أمر عادي أن تصوت لصالح الجزائر. ندوز لمصر. مصر كما هو معروف نظام عسكري يلتقي مع النظام الجزائري في الكثير من الأشياء. أولا، الأنظمة العسكرية متقلبة المجاز. ثانيا، كلاهما لهما ارتباط بالمعسكر الشرقي وعندهم نفس الأفكار ونفس كما كنقولوا نفس المنهجية منذ جمال عبد الناصر حينما ساند الجزائر ضد المغرب في حرب الرمال. نتفق أن حتى مصر تصويتها لصالح الجزائر أمر عادي وأمر مقبول. شكون بقات لينا؟ ليبيا. ليبيا القذافي، ليبيا الانقسامات، ليبيا الصخيرات، ليبيا التي احتضنها المغرب واحتضن مفاوضاتها من أجل الوصول إلى ما وصلت إليه ليبيا. الليبيون كانوا يرفضون الذهاب إلى مصر والجزائر وكيجيو للمغرب وكيتجمعوا دون تدخل من المغرب. المغرب ما كانش كيتدخل في الشؤون ديالهم وما كيعطيهمش أوامر وخلاهم على رأيهم. ورغم ذلك شفنا النظام الليبي أولا مشى الجزائر وانضم إلى مبادرة الرئيس الجزائري التي حاول من خلالها خلق اتحاد مغاربي دون المغرب، ورفضته موريتانيا. ثم اليوم صوتت لصالح الجزائر. كلها أمور تجعلنا نتساءل ما جدوى احتضان الحوار الليبي بالصخيرات المغربية ثم الحوار ببوزنقة وما إلى ذلك. يعني الحوار الليبي الذي تم احتضانه في المغرب كان بلا جدوى. نوفر كل الأجواء للأشقاء الليبيين للوصول إلى حل وتجاوز الانقسامات، والنتيجة المغرب خارج حسابات ليبيا صوتت لصالح الجزائر. صراحة ما عرفتش، ولكن من وجهة نظري هذا أمر قابل للاستغراب. دابا بقات لنا في المنطقة شكون؟ بقات لنا غير موريتانيا. بطبيعة الحال موريتانيا بالنسبة للمغرب هي أهم دولة. الأهم بالنسبة للمغرب في المنطقة ماشي هي تونس وماشي هي ليبيا، بل هي موريتانيا. علاش موريتانيا؟ لأن موريتانيا تمثل عمقنا الإفريقي. موريتانيا هي الصلة اللي عندنا والرابط بيننا وبين الدول الإفريقية. كانت موريتانيا معنا
هذا يعني أن المغرب ضامن لعمقه الإفريقية ولمرور الطرق التجارية نحو القارة الإفريقية. موريتانيا ما زال ما عرفتش واش صوتات المغاربة وممتنعات. المهم هو أنها لم تصوت للجزائر. وصراحة من خلال قراءة العديد من المقالات ومشاهدة العديد من الفيديوهات استنتجت أن 91% كتقول باللي أن موريتانيا صوتت لصالح المغرب، وبالتالي يتضح أن موريتانيا بدأت تخرج من المنطقة الرمادية وتنضم إلى المغرب. وهذا هو اللي كيهمنا في المنطقة. كما قلت لكم، ما كتهمنا لا تونس ولا ليبيا ولا حتى مصر. وفي الختام، لو غنتكلموا بواقعية وبلا ما نقلبوا على المبررات، الخطأ اللي طحنا فيه هو الترشح بدون ما يكون عندنا ضمانات كاملة بالفوز. بغياب 6 دول صديقة على التصويت، كان من الأفضل تجهيز مرشح آخر من دولة صديقة للدخول التنافس. فاز تبارك الله غيخدم أجندات ديالنا. لو خسر وفازت الجزائر ما غنكونوش عطيناهم بلانتي يديروا عليه هذه الفرحة الهستيرية. هذا ما حصل مع مرشح جيبوتي الذي دعمه المغرب، وكان ممكن عمل ذلك مع مرشح آخر لنائب رئيس المفوضية، بالرغم من أنه منصب إداري بحت. على العموم، خيرها في غيرها. يوم لك ويوم عليك، ومبروك عليهم يفرحوا شوية. راه مؤخرا من نكسة إلى نكسة ومعظم حلفائهم سقطوا. هذا وفي سياق ذاته، وفق العديد من المنابر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن تقويض جنوب أفريقيا لسياستها الخارجية يشكل تهديدا لأمن أمتنا وحلفائنا وشركائنا الأفارقة ومصالحنا كذلك، مجددا دعم بلاده الكامل لحلفاء أمريكا في القارة الإفريقية. هذا الخبر بالتأكيد سينزل كقطعة الثلج البارد على الإعلام الجزائري وكذا على النظام العسكري الجزائري.